السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اي طالب في ثالثه ثانوي وعنده امتحان انجليش كمان كام يوم يركز معايا كويس قوي. الحاجات اللي هقولها في الفيديو دي بجد مهمه جدا، علشان خاطر الناس طلبت مني كتير قوي ان انا اقول لهم ازاي يلموا الانجليش في الايام دي، وايه الحاجات اللي يركزوا عليها، وهل يراجعوا كل حاجه ولا يعملوا ايه بالظبط. فانا هقول لكم في الفيديو ده حاجات مهمه جدا. كنت هعملها لكم شورتس شبه ما بعمل الباقي، بس الشورتس دقيقه واحده بس، فمش بلحق اقول فيها كل اللي انا عايزاه، وانا عايزه اقول لكم حاجات مهمه بجد ولازم اقولها لكم كلها. هبدا اول حاجه بالكلمات. الكلمات انا سبق وقلت لكم في فيديو اللي هو بتاع ازاي جبت درجه نهائيه في الانجليش. قلت لكم قبل كده ان انا الكلمات كنت بحفظ الكلمات عادي جدا، وبقعد اجمع اي كلمه غريبه المستر بيقولها او جديده يعني بيقولها، واجمع كمان من القطع الكلمات اللي انا بلاقيها صعبه عليا او مش عارفه معناها. كل ده كنت مجمعاه في كراسه، وحتى كلمات كل يونت، يعني لو في كل يونت حبه كلمات كده صعبه شويه او ما عرفتش احفظها قوي، فكنت مجمعاها في نفس الكراسه دي، وكلهم كنت موريها لكم حتى صور منها. فطبعا طلبتوا مني ان انا اصورها لكم واحطها لكم اللينك بتاعها والحاجات دي كلها، وانا وقتها ما كنتش عارفه ازاي اعمل كده، عشان مش عارفه احط الملف PDF احطه ازاي على اليوتيوب. فعملته حاليا الحمد لله. هتلاقوا اللينك بتاعه موجود في الديسكريبشن، شوفوه. بجد الملف ده مهم جدا، في كل الكلمات الصعبه من اليونتات من اول يونت 1 لحد يونت 12. هتلاقوا مكتوب حتى كل يونت فوقيها، يعني مثلا يونت 1 وهتلاقوا صفحتين او صفحه ونص للكلمات الغريبه والصعبه والزياده اللي انا لقيتها او المستر قالها. وبقى كلمات من غير عنوان خالص، دي كلمات اللي انا مجمعاها من القطع وبرده مهمه بجد. انا اكتفيت بالمراجعه بتاعت الكلمات دي. هتلاقوا مع الكلمات دي في ملف PDF في نفس اللينك برده، ده ملف PDF فيه ملاحظات انجليش مهمه. خلي برده بصوا عليها. هي مش ملاحظات كتير ولا لما حاجات كتير يعني، بس كانت حاجات كده المستر تكات قالها لنا، فاهتموا بيها. بالنسبه للجرامر، الجرامر انا ما رجعتهوش بصراحه، اللي هو بقى افتح واقعد اشوف بقى الجرامر تاني من اوله لاخره. لا، انا كنت بنظام ان انا احل عليه، يعني اشوف مثلا جرامر يونت 1 2 3 كل واحد فيهم اجيب حبه اسئله واحلها عليه، حبه اسئله واحلها عليه، اشوف نفسي فيها ايه، يعني هل انا لسه فاكره ولا في حاجات واقعه مني ولا ايه. فبدات ان انا لو في مثلا حاجه معينه في الجرامر مش واقعه مني او انا مش كويسه فيها قوي في الحل، اروح راجعه لها بقى ومراجعه عليها من الاول كلها، القاعده كلها يعني من الاول. اهتموا بالمبني المجهول. اي قاعده مثلا بيبقى ليها شواذ وليها حاجات مختلفه عن غريبه يعني كده خارجه عن القاعده دي، تهتموا بيها قوي، تركزوا عليها وتراجعوها كويس جدا، عشان بيحبوا قوي الحاجات دي في الامتحان. بالنسبه للقطع، حاولوا تحلوا القطع على قد ما تقدروا اليومين دول، علشان تدربوا نفسكم على السرعه، ان انتوا تحلوا القطعه بسرعه، تقروها بسرعه، تحلوا اسئلتها، تفهموا اسئلتها. يا جماعه تقلوا جدا جدا على الحاجات التراكميه القديمه، راجعوها كويس قوي، اللي هي وان وذا، تراجع كلها من اولها لاخرها، جت في الامتحان منها. الصفه المركبه اللي قلت لكم عنها في الفيديو برده بتاع ازاي جبت درجه نهائيه في الانجليش، الصفه المركبه يا جماعه انا كانت بالنسبه لي مشكله شويه، ما كنتش فاهماها قوي، كنت بغلط فيها كتير. فقررت ليله الامتحان اللي هو اخر يوم خلاص من الايام دي قبل الامتحان على طول، وبالليل قلت لماما تشوف لي اي فيديو شبه ما قلت لكم في الفيديو يعني قبل كده. فراحت طلعت لي يعني فيديو كده عشوائي، والله ما كنتش اعرف اصلا ولا اعرف حتى بتاع مين ولا اي حاجه. فاتفرجت على الصفه المركبه فيه، والمستر اللي كان بيشرح حل كمان معاها اسئله، وكان بصراحه يعني فربنا يكرمه قوي، ثبت لي الحته دي. جه في الامتحان منه سؤالين، فكنت فرحانه بقى، اللي هو الحمد لله لسه شايفاها امبارح. فانا هحط لكم برده لينك الفيديو ده. تاني حاجه مستر مصطفى محمود، المستر بتاعي في الانجليش، ربنا يكرمه بجد، كان بيعمل معانا مجهود فظيع، وكان فعلا يعني بيدربنا كتير جدا وبيشرح لنا بضمير جدا. فانا كمان لقيت فتحت القناه بتاعته لسه قريب، ولقيت ان هو بينزل امتحانات شامله، بيحل الامتحانات دي كل سؤال فيها بيشرحه بالتفصيل وبيفهمه، سواء كان كلمات او جرامر، ويقول لكم الحاجات كلها اللي ليها علاقه بيه. فبجد انا شايفه ان الفيديوهات دي بجد جدا هتفيدكم. ولو حد مثلا عايز يحل امتحانات وشايف ان هو مش بيحب يحل لوحده وعايز حد يعرفه ازاي يحل وكده في الانجليش، فبجد هيفيدكم جدا. برده هحط لكم لينك بواحد من الفيديوهات دي. وبس دي الحاجات اللي انا عايزه اقولها لكم. اعذروني لو كنت بسرع شويه في الكلام، بس عشان والله مش عايزه اعطلكم ولا اضيع وقتكم خالص، علشان خاطر انا عارفه ان انتوا دلوقتي مضغوطين وبتذاكروا، فمش عايزه ان انا اضيع من وقتكم حاجه، ويبقى فيديو سريع كده يقول لكم حاجات الخلاصه المهمه من اي حاجه. لو في عندكم اي حاجه قولوا لي برده في الكومنتات، وانا هرد على كل الكومنتات باذن الله. فلو في اي حاجه عايزين تعرفوها قولوا لي، وربنا يوفقكم يا رب وتحققوا كل اللي بتتمنوه. اوعوا تيأسوا، اوعوا تقولوا احنا حلينا وحش في ماده كذا فلا خلاص الحلم ضاع، مفيش حاجه اسمها كده.
ربنا عالم وحده بس انتوا هتجيبوا كام، وربنا عالم التنسيق هيبقى عامل ازاي، وربنا عالم الدرجات اصلا بتاعت الناس كلها هتبقى عامله ازاي. فمحدش يقول لا انا معايا ناس شاطرين ده انا مستحيل، ده مش، ما فيش حاجه اسمها كده. ربنا سبحانه وتعالى مقسم لكل واحد رزقه ونصيبه، وعارف هو اصلا احسن حاجه ليه ايه، فهيعملها له باذن الله. فما تقلقوش، خلي عندكم ثقه كبيره جدا في ربنا ان هو هيكرمكم ويكبر بخاطركم.